لو بتحس إن قراراتك غلط يبقى الفيديو ده أكيد ليك. 4 حيل نفسية للتغلب على قراراتك الغلط. أول حاجة معانا وهي قاعدة ال4 ثواني، وهي فكرتها إن أنت قبل ما تعمل أي قرار سريع بتدي نفسك 4 ثواني هدوء. الهدوء اللحظي ده بيكسر الاندفاع اللي بيبوظ أغلب قراراتك. عندك مثلا لو أنت متعصب وعايز ترد على رسالة، قبل ما تبعت الكلام اللي هتندم عليه هتوقف كده 4 ثواني. هتلاقي طول ما أنت ساكت الكلام اللي كنت هتبعته فقد نص قوته، ويمكن ما تبعتوش خالص. تاني حاجة وهي سؤالين ينقذوك من القرار الغلط. السؤال الأول بيبقى القرار ده هيحل مشكلة ولا هيزودها؟ تاني سؤال بيبقى هل لو صاحبي مكاني هنصحه يعمل كده؟ يعني مثلا لو عايز تشتري موبايل غالي وانت اصلا حالتك المادية على الله، فلما تسأل نفسك هل الشراء ده هيحل مشكلة؟ فاجابتك طبعا هتكون لا. طيب لو صاحبي مكاني بيشتري ومضغوط، ساعتها طبعا ان انت هتقول له يستنى وما يشتريش دلوقتي، وفي الحالة دي اكيد بيبان ان القرار ده غلط. تالت حاجة وهي لعبة هتتخيل نفسك بعد 30 يوم. يعني كده عايزك تتخيل نفسك بعد شهر وعايزك تسألها هل القرار ده هيفرحني ولا هيضايقني؟ يعني مثلا لو عندك مذاكرة لمادة مهمة وانت عمال تأجلها، فهتسأل نفسك هل انا بعد 30 يوم هفرح ولا هتضغط وقت الامتحان؟ طبعا الجواب بيبقى معروف، ففي الحالة دي هتبطل التأجيل. رابع حاجة معانا وهي تقنية الكرسي الفاضي. في التقنية دي هتحتاج كرسيين. الكرسي الأول هتقعد كأنك الشخص اللي عنده المشكلة، وفي الكرسي التاني هتقعد وهطلع الشخص الحكيم اللي جواه. طبعا مش محتاج أقولك إن لو حد شافك بتعمل كده هيقول عليك مجنون، بس التقنية دي فعالة جدا. عندك مثلا لو انت محتار تكمل مع حد في علاقة بتتعبك ولا تمشي، اقعد على الكرسي الأول اللي عنده مشكلة واحكي للكرسي التاني، وبعدين انقل للتاني ورد بنصيحة كأنك بتنصح أعز صاحب ليك. في الغالب انك هتقول الكلام الصح اللي عمرك ما كنت هتقوله لنفسك. وبكده للأسف نبقى وصلنا لآخر حلقتنا الصغيرة. عايزكم بقى تشتركوا معانا وتعملوا لايك وتقولوا لنا إذا كنتوا عايزين جزء تاني منها ولا لأ، وتقولوا لنا كمان لو في مواضيع تانية حابين ان احنا نتكلم فيها. اتبسطت جدا ان كنت معاكم وسلام.